السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا كشري المصري بقى، يعني أكلة المصريين، حاجة كده هتعجبكم. أنا بحب أعمله بالطريقة دي، وفي ناس بتعمله في حلة واحدة، أنا بحب الطريقة دي. دلوقتي بعمل في حلة زيت ومعلقة سمنة، وبحمر فيها شوية شعرية، وهنزل بكوباية رز، أفلفلهم كويس جدا مع بعض. ودلوقتي أنزل بالمية، يعني المية تغطي الرز بعقلة صباع، ومعلقة ملح صغيرة، واسيبهم بقى على نار عالية تتشرب براحتها، وبعدين ابقى ارجع لها تاني. دلوقتي حلة تانية على النار فيها مية، بنزل عليها بنص كيلو عدس بجبة ومعلقة ملح صغيرة. ودلوقتي حلة تانية فيها مية، بسلق فيها بقى المكرونة، بحط في المية دي معلقة ملح، وحط كل انواع المكرونة اللي انت حباها. انا كان عندي بواقي مكرونة قواقع ومقصوصة وسباكيتي، كله بقى بحطه مع بعض بقى، واسيبها بقى تستوي براحتها. اعمل بقى تقليه الكشري. معلقه توم كبيره، في سمنه وزيت. ودلوقتي بنزل عليها بملح وفلفل اسود وشويه خل، يعني تقريبا معلقتين خل. وبعدين بنزل بمعلقتين صلصه، واقلبهم كويس جدا مع بعض. وبرجع دلوقتي للرز، لقيته اتشرب، فبوطي عليه النار، وبنزل عليه بالعدس عشان انا سويته 3/4 سوا. هسيبهم على نار هاديه مع بعض يكملوا سوا. دلوقتي بقى المكرونه خلاص استوت معايا 3/4 سوا، صفيتها وشطفتها. ودلوقتي بقى رجعت للصلصه تاني، هنزل بعصير الطماطم، واقلب كل ده مع بعض، وانزل بمعلقه سكر صغيره وملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه وشويه قرفه ومعلقه وشويه شطه، يعني معلقه صغيره، انت حسب الرغبه الشطه. دلوقتي البصل قطعته مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين، ونزلت عليه بمعلقتين دقيق ومعلقه نشا علشان يطلع مقرمش معايا. بقلبهم مع بعض. دلوقتي خلاص انا كده طفيت النار على الرز، كان استوى. نزلت بقى عليه بالمكرونه، هقلبهم مع بعض. شايفين ازاي لون المكرونه والرز فضل ابيض زي ما هو؟ بصراحه تحفه. عشان كده مش بحب انا اسلق كل المكونات في حله واحده، لان العدس بيغمق الرز والمكرونه معايا. دلوقتي حطيت شويه زيت عليهم عشان يفضل مفلفل. حله دلوقتي بقى على النار، بحمر بقى البصل اللي انا عفرته بالدقيق والنشا، طلع معايا مقرمش ولونه تحفه. غرفت دلوقتي الكشري اهو، وهنزل بالصلصه الحلوه اللي انا عملتها والبصل. وطبعا اللي حابب حمص بيعمل، انا عندي ما حدش بيحب الحمص، فانت يا حبيبتي بتسلقي الحمص عادي في شويه ملح وميه على النار، ويا ريت تنقعيه قبلها بليله عشان يستوي معاكي اسرع. ودلوقتي بالهنا والشفا، يا رب تعجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. باي باي.